السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه زوينه ان شاء الله. اهلا وسهلا بكل متتبعي الاوفياء ديالي في قناه سكين اند بلاش. مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه سمحوا لي على الغياب اللي طال شي شويه، ولكن راجعين ان شاء الله بقوه وبمحتوى نافع وغني بحال ديما. وقبل ما ندخلوا في صلب الموضوع، بغيت نشكر من قلبي كل وحده وكل واحد كيدعمني، سواء بالتعليق باللايك وغير كلمه زوينه. شكرا لكم كاملين من القلب. اليوم جبت لكم واحد المنتج ضروري يكون عندكم في هذا الصيف، خصوصا الناس اللي كيخرجوا بزاف، كيمشيو للبحر، كيمشيو لابيسين، وحتى الناس اللي كيطيبوا في الدار خصوصا مع الفران راه كيصلح ليهم. والمنتج اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو فيشي ايديال سولي ابري سولي. هذا الحليب راه معجزه حقيقيه للبشره الحساسه. هو ملطف ومبرد، كيعاون البشره كتهدن من بعد ما كنتعرضوا لاشعه الشمس، وكيصلح لجميع انواع البشره. ملي كتعرضي لاشعه الشمس يعني كيهدن البشره. غير تستعملي هذا الحليب الزوين زوين زوين بزاف من فيشي. طريقه الاستعمال ديالو، بالنسبه لطريقه الاستعمال راه سهله بزاف. ضروري يكون الوجه او الجسم نقي قبل الاستعمال. ممكن تستعملوه على الوجه، على اليدين، وحتى الجسم كامل. ما يمكنش نخليو الصيف بلا ما نحميو بشرتنا من الشميشه، لانه ديال الشمس ديال الشميشه. فيشي ديال الشميشه ملي كديري ليكرون وكتعرضي لاشعه الشمس كدهنيه، لانه زوينه بزاف. كتغسلي وجهك، ولا ملي كتجي مثلا من البحر ولا من لابيسين كدوشي وكدهني الجسم ديالك، عرفتي بحال رحمه الله. صدقوني البنات، من اول استعمال كتحسي بالبشره ديالك بردات تهدنات ورجع فيها ديك النعومه والراحه. المميز في هذا الحليب ماشي غير الفعاليه ديالو، لكن حتى الريحه ديالو كتعطيك واحد الريحه ديال النظافه، ديال الانتعاش. يعني ما فيش داك، ماشي من داك النوع ديال العطور القويه اللي كتضرك في الراس. باش كتكوني في الحراره وكتخرجي من البحر، البشره كتكون متهيجه، خصوصا مع الملحه، مع الشمس، مع الكلور يعني. وحتى الا كنتي في الدار وكتعرضي للحراره ديال الفران ديال البوطه، راه كيأثر على البشره ديالك. هنا كيجي الدور ديال هاد ابري سولي ديال فيشي الحليب، كيعطي الترطيب وكيهدن ومن التهيجات، وكيمنع حتى التقشر الاحمرار. البنات انا ما كنديرش هنا اشهار، ولكن الصراحه هذا هو المني، يعني بحال رحمه الله. والواعره كاع بانهم كيعطيو كادو. الا مشيتي لا فارماسي وخديتي باك ديال فيشي مثلا بحال ايكرون، كيعطيوه هذا فابور كادو. يعني قلبوا على هاد الهميزات هادو. راه بعض الخطرات كتشريه، ولكن بعض الخطرات والله الا كيعطيوه لكم فابور، كيكون لاصق في داك لو باك. يعني غير قلبوا على الهميزات وصافي. فيه انتم كما كتشوفي فيه 100 مليلتر، يعني هاد الكميه كافيه باش يبقى معاك الصيف كامل يعني. وهاد الحليب هذا ديال فيشي ماشي غير العيالات اللي يقدروا يستعملوه، كيستعملوه حتى الرجاله. يعني تقدري تشاركي مع العائله كامله، مع وليداتك، مع راجلك. يعني هو الحليب ديال العائله، كتحطيه كيستعملوا كلشي. بحال الصابون ديال اليدين ولا شي حاجه اللي كيستعملوها الناس كاملين، بحال هكاك تتحطيه كيستعملوها الدار كامله، يا رجاله يا عائلات يا كلشي، حتى الوليدات. هو منتج امين فعال، بزاف ديال الناس كيشهدوا من النتائج ديالو. اللحم ديالنا كيتشوط خصوصا مع الحراره. كنبغيوها نبردو، كنقلبوها على شي حاجه تبرد علينا. بعض الخطرات كنديرو حتى مطيشه. باقا عقله ملي كنت باقا صغيره ماما كتدير ليا مطيشه باش تبرد عليا. هذا بحال هذاك الشكل. ملي كتكون البشره ديالك متهيجه كدهنيه، يعني بحال رحمه سيدي ربي. كنتمنى هذا الفيديو اليوم يكون فادكم ولو غير بشويه. الا كنتي جربتي هذا المنتج شاركينا تجربتك في التعاليق، ولا كان عندك منتج اخر ما تبخليش علينا به. ما تنساوش ديروا اللايك، شاركوا الفيديو مع صحاباتكم وخلوا لنا اللايك كيف ما عودتوني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.